الفقيه اللي نتسناو بركته دخل الجامع بالبلغه ديالو. هذا مثال كيتقال زمان على الانسان اللي كتسنى منه شي حاجه مزيانه، ساعه كيصدق خايب ولد الحرام من فعيلو ما يسواش وكتصدم فيه. البوليس اللي من المفروض يحميونا من المجرمين ويحافظوا على الامن ديال الناس والممتلكات ديالهم، صدق بوليسي منهم مجرم مغتصب. هذا هو حال ديفيد كاريك، ضابط في البوليس الانجليزي، اللي اعترف انه ارتكب 49 تهمه، منها 24 جريمه اغتصاب في حق نساء بريئات ضعيفات لا حول لهم ولا قوه. عنفهم وتكرفس عليهم على مدار 17 عام، وهو كيدير الجرائم ديالو بلا رحمه بلا شفقه، ما خاف لا من ربي لا من عبدو. كان كيهدد الضحايا ديالو انهم الا فضحوه غادي يغبرهم وغادي يوليو مجرد ذكرى، وهما بطبيعه الحال خافوا على روحهم. هاد البوليسي قال انه تعرف على هاد النساء من خلال مواقع التواصل والتعارف، يعني ملي كيسالي خدمته كبوليسي كيجي للدار كيشعل البيسي وكيتحول الى مجرم كيقلب على الضحايا ديالو، وكيستغل ديك الكسوة ديال البوليس باش يثيقوا فيه. واعترف كذلك انه كان كيضربهم ويعنفهم وحبس وحده منهم في واحد الخزانه صغيره حتى الحيوان تحشم تدخلوا تما. من بعد 17 سنه ديال الاجرام والظلم جا الحد ديال هذا المجرم اللي تحول من بوليسي بسلاحه عنده هيبه الى مجرم مدلول في السجن. ربي يمهل ولا يهمل، واي واحد كيتعدى وكيظلم الناس وهو على باله ما عمرو يتفضح راه غالط. غادي يجي النهار اللي الذنوب ديال داك الضحايا غادي يخرجوا فيه. كتقول جميله في التعليق ديالها: الله يستر هاد الزمان ما تعرف فاش تثيق ولا فاش دير الامان. كيبان لي اللي خطاتو صحتو ووالديه هزو الماء ومشى خلا. محمد كيقول في التعليق ديالو: المجرمين ما خطاو حتى بوست، تقد تلقاه جارك، تقد تلقاه بوليسي، تقد تلقاه معلم اللي كيقري ولادك، وتقد تلقاه المدير ديالك في الخدمه. بنادم ما يتيقش ويرد البال. الى عجبكم البرنامج ديالي الله يسهل امركم ويشد لكم في صحيحتكم، ما تنساونيش بالاشتراك ولايك وتعليق، وشكرا لكم.